هي أهلا بيكم. النهاردة بقى هنتكلم عن سر بسيط قوي بس في نفس الوقت قوي جدا. إزاي نحول كلامنا بالإنجليش من مجرد جمل مقطعة لكلام متوصل ببعضه وسلس كده يخلي الواحد يعبر عن نفسه بثقة أكبر بكتير. يعني لو نفسنا الإنجليش بتاعنا يبقى فيه سلاسة كده طبيعي ومحدش يحس إنه مترجم، لازم نتعلم فن ربط الجمل. والسر كله صدقوني أبسط بكتير مما نتخيل، هو كله في التوصيل، إننا نربط الأفكار ببعضها. طيب بصوا كده على الفرق ده. بدل ما نقول جملتين لوحدهم زي الفيلم كان طويل ونسكت وبعدين نقول كان ممتع، تحسوا إن الكلام متقطع شوية صح؟ طيب إيه رأيكم لو ربطناهم بكلمة واحدة بس؟ شوفوا الجملة بقت أحلى إزاي. الفيلم كان طويل لكنه كان ممتع. شفتوا؟ كلمة صغيرة بس بتعمل فرق السما من الأرض في المعنى وفي قوة الجملة. تمام، دي الخريطة بتاعتنا النهاردة. هنبدأ بالمفتاح الأساسي، وبعدين هنشوف إزاي نضيف معلومة أو نعبر عن تناقض، وبعدها السبب والنتيجة، وفي الآخر خالص هنطبق كل ده عملي. يلا بينا نبدأ. يلا بينا على طول ندخل في أول جزء، مفتاح الإنجليزي السلسة. هنا بقى هنعرف إيه هي الأداة السحرية دي اللي هتخلينا نبني جمل أفضل. الأداة دي هي اللي بنسميها linking words أو بالعربي كده الكلمات الرابطة. وببساطة شديدة الكلمات دي عاملة زي الكباري بالظبط، كوبري بيوصل فكرة بفكرة تانية أو جملة بجملة تانية، بتخلي اللي بيسمعنا يعدي من فكرة للتانية بسلاسة من غير ما يحس بأي تقطيع في الكلام. طيب تمام، خلونا ندخل في أول مجموعة أدوات، وهنركز على حاجتين: إزاي نضيف معلومة وإزاي نعبر عن التناقض أو الاختلاف. أول حاجة لما نكون عايزين نضيف معلومة على فكرة موجودة أصلاً بنستخدم كلمات بسيطة زي and أو also. ممكن كمان نستخدم كلمات أقوى شوية زي moreover. بصوا المثال ده سهل خالص. أنا بدرس إنجليزي وبتمرن على المحادثة كل يوم. هنا كلمة و أو and عملت إيه؟ ببساطة ربطت معلومتين بيكملوا بعض. والحلو في الموضوع إن التركيبة دي زي ما تكون قالب جاهز ممكن نستخدمه في أي موقف. مثلا المدرب شرح الدرس وادى لنا تمارين زيادة. نفس التركيبة عملية جدا وممكن نطبقها على أي حاجة. نيجي بقى للحاجة اللي بتدي عمق بجد للكلام، وهي إظهار التناقض. يعني لما يكون في فكرتين عكس بعض، هنا بنستخدم كلمات زي but أو although. تخيلوا معايا الموقف ده، أنا حابب المكان لكنه غالي. جملة واحدة بس حكت قصة كاملة عن الحيرة بين حاجتين. والجملة دي بالذات اللي بتبدأ ب although ليها قوة خاصة جدا في إنها تظهر الإصرار والعزيمة. بالرغم من إني كنت تعبان أنا خلصت الشغل. الجملة دي بتوصل إحساس إن كان في صعوبة بس تم التغلب عليها. تمام، ندخل على المجموعة اللي بعدها اللي بتجاوب على أسئلة مهمة. ليه وإيه اللي حصل نتيجة لده والهدف كان إيه؟ أول حاجة السبب. لما نكون عايزين نوضح سبب حاجة حصلت بنستخدم كلمات زي because أو due to، ودي بتجاوب على سؤال ليه بشكل مباشر. المثال واضح أوي، قعدت في البيت لأن الدنيا كانت بتمطر. السبب واضح جدا. طيب، ولو في سبب يبقى أكيد في نتيجة. الكلمات دي زي so أو therefore بتوضح لنا النتيجة دي. نرجع لنفس المثال، الدنيا كانت بتمطر علشان كده قعدنا جوه. هنا كلمة so ربطت السبب بالنتيجة بتاعته بكل بساطة. وده مثال كلنا بنعيشه تقريبا. أنا صحيت متأخر فاتني الأتوبيس. جملة واحدة لخصت حكاية الصبح كلها، سبب ونتيجة. آخر حاجة في المجموعة دي هي الهدف أو الغرض، يعني بنعمل حاجة علشان حاجة تانية. هنا بنستخدم كلمات زي to أو in order to. زي لما حد يقول أنا بذاكر كل يوم علشان أحسن الإنجليزي بتاعي. الهدف واضح وصريح. كده فاضل لنا آخر مجموعة أدوات، ودي بقى خاصة بالوقت. إزاي نرتب الأحداث وإزاي نختم كلامنا ونلخصه. بالنسبة للوقت، الكلمات دي مهمة جدا بالذات في حكي القصص أو لما ندي تعليمات لحد. بترتب لنا الدنيا، زي بعد ما خلصنا رحنا البيت. كلمة after هنا وضحت إيه اللي حصل الأول وإيه اللي حصل بعده. ونيجي بقى للختام. لما نكون عايزين نلخص كل اللي قلناه بنستخدم عبارات زي in short أو to sum up. دي بتكون إشارة للي بيسمع إننا بنقفل الموضوع. زي باختصار الكلمات الرابطة بتخلي الإنجليزي أقوى. دي طريقة ممتازة ننهي بيها أي نقاش. طيب كفاية شرح كده، جه وقت أهم حاجة، التطبيق. يلا بينا نعمل اختبار سريع للمهارات دي. يلا بينا على أول تحدي. عندنا جملتين: أنا كنت جعان وعملت ساندويتش. يا ترى إزاي ممكن نربطهم في جملة واحدة سلسة؟ فكروا كده في العلاقة بينهم.
بالظبط كده، الإجابة هي باستخدام so. أنا كنت جعان علشان كده عملت ساندويتش. السبب هو الجوع والنتيجة هي الساندويتش. سهلة اهي. التحدي التاني هنا بقى الفكرة فيها تناقض. الفيلم كان طويل وكان ممتع، إزاي نربط دول؟ مظبوط، الحل هنا هو but. الفيلم كان طويل لكنه كان ممتع. كلمة but هي الأنسب هنا لأنها بتربط فكرتين عكس بعض. الطول ممكن يكون حاجة مش حلوة، بس المتعة حاجة حلوة، فالاتنين عكس بعض. وده يوصلنا للخلاصة، إن الكلمات الرابطة دي مش مجرد تحسين للكلام، لأ، دي أداة بتخلي كلامنا أقوى وأوضح ومنطقي أكتر. وزي أي مهارة في الدنيا، السر كله في الممارسة. كل يوم شوية صغيرين هيفرقوا جدا. ونيجي للسؤال الأهم اللي هنسيبكم معاه، إيه أول جملة هتبنوها باستخدام الكلمات اللي اتعلمناها النهاردة؟ فكروا فيها وابدأوا على طول.